السلام عليكم يا شباب، معاكم احمد التاشي، والحديث النهارده عن دي ماركو محترف كرة السلة. اخيرا بقى رجعنا للباسكت تاني. طبعا مش هتكلم باستفاضة اكتر لان انا معيش لاب، فمش هعرف امنتج بشكل كويس يعني. فخلينا نتكلم كبداية كده ايه في حاجات اساسية عن المحترف الواحد يتطلبها والواحد يعني يكون عايزها فيه، ونتكلم بصورة عامة برضو بحيث ان الناس برضو تكون في الايه في المود بتاع الفريق وكل حاجة. طبعا بلا شك ان الفريق بتاعنا يعني احنا قلنا عاوزين بوينت جارد محترف. بنقول الكلام ده ليه؟ البوينت جاردات اللي عندك في الاول وفي الاخر هم يعني بيتحكموا في الكرة حلو، او ممكن يتحكموا مثلا في رتم الملعب، يقدروا يتحكموا فيه، بس في هم مش سكورر. فبالتالي الواحد دايما لما يكون عنده نواقص في الفريق زي السنتر مثلا، او انه يكون عنده لعيب لاعب مركز 3 قوي ولاعب مركز 4 قوي، بيحتاج بقى من الايه من المحترف بتاعك ان هو يبدا الهجمه ويسجل ويعمل كل حاجه ويهتم بصناعه زمايله اللي حواليه، يكون يعني حاجه كده والتر هودج ميكس في ستوجلين. فبالتالي انا كل متطلباتنا في الفريق الحالي ان احنا كنا عايزين واحد متحكم بالكوره وسكورر في نفس الوقت، يعني يقدر يتحكم في الكوره كمحترف ويتحكم ويسجل في نفس الوقت. ليه بقى؟ يعني باعتبار مثلا ان هو مش متحكم في الكوره قوي، وانا البوينت جارد بتاعي طلع بالكوره بصله الكوره، فممكن يعطل وهو عن التسجيل. ممكن يكون شوتر بس فيعطل عن التسجيل، او يكون بيحتاج الكوره زي سنتر مثلا مستني الكوره تتبصله. ممكن اصلا مش يعني مش هنعرف نلعب له ونبصيله الكوره، مش هنحطه في مساحات حلوه. فبالتالي احنا كنا عايزين بوينت جارد سكورر. انا عايز واحد اولا يكون هاندلر متحكم في الكوره ويسجل في الاوقات الحاسمه. الكلاتش تايم من الحاجات اللي خسرت الزمالك ماتش، يعني بطولتين، بطوله سوبر وبطوله الكاس مصر وماتش الاهلي الاخير، 3 ماتشات قصاد الاهلي. لو كان معاك محترف في الكلاتش تايم ممتاز يقدر ساعه رسم الهجمه ينهيها كنا كسبنا. فانا عشان كده دي المتطلبين اللي انا طالبهم من المحترف. طيب هل بقى المحترف اللي احنا جبناه بيحقق ده ولا ما بيحققش؟ ايه هو المحترف نفسه وامكانياته؟ ده كلام اكتر هنتكلم بعد الانترو. بس خلص لعب، خلص لعب. يا قلبي احمد الاحمر. بداية اللاعب اسمه دي ماركو ديكرسون بيشغل مركز 1 و3، اضافة انه يلم ريباوند ويدافع كويس، لان طول اللاعب 196 سنتيمتر وده طول ممتاز. السن بتاعه 26 سنه، وده النص داخل في ال 27، وده سن يعني انا مش متخيل ان احنا جايبين محترف في السن ده. سنه صغير بسم الله ما شاء الله. يقدر يديك على مدار المباراه ما يتعبش، يقدر يديك مثلا في سلسله بري اوفس ما يتعبش، مجهوده ما يقلش. لكن المشكله الاولانيه في المحترف ان هو اكاديميا متاسس في جامعات او مدارس صغيره خالص، او مش على مستوى احترافي تماما، يعني مش في الدوري الجامعات الامريكي مثلا. لا ده هو بدا من مدارس صغيره. انا حتى بصيت على اسامي المدارس ديت او اسامي الجامعات اللي لعب فيها، ما ركزتش اصلا ابص الارقام فيها عامله ايه. لاعب دخل المستوى الاحترافي متاخر شويه، لكنه برضه عامل مسيره احترافيه مش بطاله، وصلته ان منتخب بالامارات بفلوسه الكتيره يختاره هو علشان يمثله في فتره معينه منها البطوله العربيه. فالمستوى الاحترافي للمحترف بدأ من موسم 21-22، يعني من حوالي 3 سنين كده في الدوري السويدي. لعب 35 مباراة، كان معدل النقط بتاعته 14 نقطة، معدل الريباوند 4، ومعدل الاسيست 2.5، والستيل كان معدل 2. الفيلد جول الثنائيات بتاعته 50%، والثلاثيات كان 28%. من قراءة الارقام بالنسبة لي اللي انا شايفه ان هو لاعب تسجيله ممتاز طبعا. بالنسبة للثنائيات 50% هي النسبة الطبيعية بتاعته، اما بالنسبة للثلاثيات فهو ده في الرينج الطبيعي خالص. يعني انت ما تستناش منه انه يكون دباح لو هيكمل على النسبة ديت في معانا هنا في مصر يعني. فالنسبه اللي هي طبيعيه تماما خالص هو 3 من 10، يعني كل ما تيجي له كوره ممكن يعمل لك مثلا في الماتش 3 من 5، 2 من 7، 3 من 10، 4 من 8، اللي هو على حسب المباراه نفسها. فيعمل لك كتوتال في المجمل الطبيعي نسبه 30%. طبعا الدوري السويدي دوري مش قوي، هو رقم 33 اوروبيا، فهو دوري مش قوي. اللاعب بعد الموسم ده قدر يرجع كندا، هو دوري اقوى طبعا مش محتاج كلام، وقدر هناك يلعب 11 ماتش، سجل بمعدل 12 نقطة و3 ريباوند و3 اسيست و1 ستيل، وكان برضه نسبة الثنائيات بتاعته 50%، ونسبة الثلاثيات كانت متدنية 20%. اللاعب بعد الدوري الكندي رجع تاني لاوروبا ولعب في الدوري المجري، وهو الدوري الثامن اوروبيا، يعني دوري على مستوى قوي، من اقوى حتى من الدوري الايطالي اللي بنطمع بنجيب منه لعيبه. الدوري ده اللاعب لعب 18 ماتش، كان معدل النقط بتاعته 10 نقط، 2 ريباوند و2 اسيست
وستيل 1، وكان نسبة الثنائيات بتاعته يعني مظبوطة حلوة 54%، ونسبة الثلاثيات كانت 30%. اللاعب ساب الفريق وراح لدوري اقوى شويه، هو الدوري التشيكي. اللي عمل لعب هناك 18 مباراه، سجل بنسبه 14%، ويمكن دي من اعلى النسب والنقط ليه في مسيرته الاحترافيه، مع انه لعب في مستوى اقوى. وده اللي بيدل لك ان اللاعب قاعد يتطور بمستوى عبر السنين. تخيل هو بدا من اكاديميات تحت الصفر، بدا بعد كده لعب في دوري 33 اوروبيا، ترقى بعد كده لعب في الدوري الكندي، بعدين رجع تاني لاوروبا لعب في دوري 8 اوروبيا، بعدين 7 اوروبيا. عمل عدى النقط 14 نقط و3 ريباوند و3 و4 اسيست و1 ستيل، ونسبه الثنائيات بتاعته 52% والثلاثيات 26%. وطبعا لعب ده اهله برضو، يعني مش اهله طبعا، يعني منتخب الامارات جنسه عشان يلعب البطوله العربيه هنا. لعب في البطوله العربيه 6 ماتشات، عمل معدل نقط 21 نقطة، كان معدل جامد شفناه طبعا قدام منتخب مصر. هنتكلم في عموم البطولة، سجل بنسبة ثنائيات 50% والثلاثيات 30%، اللي هو النسبة الطبيعية بتاعته. ونسبة الريباوند بتاعه كان 5 ريباوند، والاسيست 4، والبلوك لا طبعا مش بيشاركش في البلوك قوي. الستيل بتاعه كان 3، والتيرن اوفر العمومي الطبيعي بتاعه 4. وهنتكلم باستفاضة اكتر في على مدار الحلقة، بس تحديدا قصاد منتخب مصر، لان هو اهان بكتير قصاد منتخب مصر. اللاعب كان مخلي الماتش ايكوال طول ما هو متواجد، لعند ما المدرب قرر يطلعه، وهنا الفروق الكبيره وضحت ما بين المنتخب المصري والاماراتي. اللاعب قصاد منتخب مصر حط 29 نقطه، معدل الثنائيات 6 من 10، 60%، كانت نسبه كويسه. الثلاثيات بتاعته 4 من 7، ونسبه الفري ثرو 5 من 6. عمل 5 ريباوند و3 اسيست، وكان عليه فاول واحد. عمل 2 ستيل وارتكب 3 تيرن اوفر. فيعني اللاعب مش محتاج اتكلم كتير عليه. لاعب اولا بدا مسيرته وقعد يتطور لعند ما وصل لمستوى كويس، وهو لعب معانا، وان شاء الله يكمل نفس المستوى ويتطور اكتر. يعني نسب الثلاثيات بتاعته 30% تعلى اكتر، نسب تسجيل الثنائيات حتى لو حافظ عليها او تعلى اكتر ان شاء الله، او على حسب ما كانت في البطوله العربيه مثلا 60%، ان شاء الله يكمل عليها. اسمحوا لي انا عديت الحلقه ديت، يعني مش عشان الاستحضار مش قوي، فانا هحاول اقراها كده من الورقه اللي انا كاتبها. بصوا، على مستوى التحكم، اولا المتطلبات انا قلت على انا عاوز لعيب محترف يتحكم لي بالكوره، ولما يستلم الكوره في الثلث الاخير من الملعب يقدر يسجل لي، ويقدر يلعب على الدفاعات القويه، لان الاهلي بطبيعه الحال هيركز دفاعاته عليه، ويقدر ساعه الدفاعات ديت يباصي له الكوره ويفوت لي الكوره ويعمل لي، يخلق فرص تسجيل حلوه للعيبه زي خالد عبد الناصر، ولعيب زي مهاب ياسر، ولعيب زي معاذ ايمن، وهكذا. فيخلق فرص تسجيل كويس ويقدر هو يسجل. فهيلاعب بقى المتطلبات دي. تعالوا هنقيس ده من خلال مثلا مشاهدتنا لمباراته قصاد منتخب مصر، اللي كان وائل بدر بيلعب مان تو مان عليه بعمر هشام، وكان طبعا بيخش دبلات معاه لعيبه كتير، فيعني كان تركيزنا الدفاعي كله عليه. فانا هقيسه من خلال مثلا المباراه دي. اولا على مستوى التحكم بالكره، اللاعب كان جيد جدا، كان قادر على استخدام جسمه مع الدريبل. يعني اللاعب اولا كان بموهج جسمه وهو معاه الكوره، ويقدر يتحكم في شكل الدريبل بتاع الكوره هتروح فين بالظبط، هتصعد، عشان لما يميل جسمه ويموه جسمه يقدر يروح للكوره بالظبط. طبعا اسطورتنا احنا مش عاوزين نتكلم كتير، بس اسطورتنا بقى بيعملها هو ماسك الكوره، لان كره اليد بتسمح لك تمسك الكوره الصغيره. اسطورتنا احمد الاحمر هو احسن واحد يستخدم جسمه طبعا في التمويه، ولكنه كان ماسك الكوره. انما هنا انت لما بتموه بجسمك، اولا الكوره اعتبرها مش معاك، لانك مش هتمسك الكوره وكده وتموه بجسمك في كره السله، لا انت هتعمل الدريبل وتموه بجسمك وتروح تكمل معاه، او ممكن تموه بجسمك والكوره مع زميلك علشان انت تعدي من اللاعب اللي انت بتدافع عليه. الكرة ديت بالظبط هو حرفيا قلل من عمر هشام. عمر كان مركز معاه على مدار المباراه، لكنه قدر بتمويهه بسيطه من جسمه يشيل حركه عمر هشام من انه وقع. طبعا احنا اسفين عم عمر هشام، مش قاصدين اي حاجه، بس ده اللي حصل فعلا في الكوره ديت، واللاعب استلم الكوره وسجلها. بص برضو على الكوره دي مع عمر برضو ازاي بيقدر يوفق جسمه بمرونه علشان يطلع المدافع بره اللعب ويسجل بسهوله. وبصوا على الكرة ديت ازاي يقدر يعدي من التراب اللي عليه، ويبقى عنده القدرة على المرور من 2 مدافعين اقوياء، ويباصي كمان حلو للاعب، ولما تضيع من اللاعب ده في الاخر هو اللي يفنشها. فالنقط ديت هي اللي بيعمل ان المحترف، بما ان هو متمكن من الكورة وعنده اي كيو عالي جدا، ان هو يقدر في الكلاتش تايم يقدر يتحكم مثلا في الخطه اللي هيرسمها المدرب، او سواء مثلا لسه ما خدناش تايم اوت وبنلعب عادي، ان هو يقدر يفهم
ان هو يقدر يتحكم فيه ويكون واعي لكل النقط اللي بتحصل في ارضيه الملعب، من اللي هيعمل تقاطعات، من المدافع الكويس اللي عند الخصم، لما الكره تتلعب بيتحرك لها ولا لا. يعني الاي كيو بتاع اللاعب مثلا بيفرق حتى في الريباوند، في الاوفنس ريباوند. انت مثلا لعبت كوره او لعيب من عندك لعب الكوره، انت عارف ان الكوره ديت لو ضاعت هتصعد في الحته ديت، فلازم تروح تلحقها بالظبط. فانت تكون الاي كيو بتاعك ذكي. واللاعب ده انا شفته في كذا كور ان هو الاي كيو بتاعه رهيب، بيبان طبعا دي من شكل الاسيست اللي بيعمله لزمايله. ده هيهلنا بقى نتكلم لاخر حاجه في الحلقه، وهو تفصيص المحترف ذات نفسه كتسجيل وريباوند اسيست وكل حاجه. بص، اولا كتسجيل اللاعب انا بحب اشوف شكل الحاجه اللي بيسجل بيها اكتر حاجه ايه. انا طبعا احب التنوع في التسجيل، احب اللاعب بتاعي يكون بيشوط ثلاثيات وبيلعب ميديم وبيخترق. اللاعب بتاعي بيعمل الثلاث حاجات، طبعا النسب مختلفه على حسب القدره بتاعته. يعني هو مثلا في الثنائيات نسبته احسن من الثلاثيات بطبيعه الحال، يعني في العموم. يعني اللاعب بيعتمد اولا في التسجيل على الجامب شوت. اكتر الكور اللي بيسجلها في كل المباريات الجامب شوت دايما، حتى مع دفاع مع اتنين بيدافعوا عليه او واحد بيدافع عليه، بيحب يطلع الستيب لورا ويروح رافع الجامب شوت وشايط. كمان اللاعب ممكن يسجل من اختراق، ممكن يعمل فلوتر، ممكن يطلع سلم، يعمل درايف، ممكن يستخدم اللوحه. فاللاعب متنوع في التسجيل، وفي الفيديو قدامكم اهوت كذا حاجه ليه هو بيسجلها. تاني حاجه الاسيست بقى بتاعه، ده من اكتر الاشياء اللي انا عاوز اقول عليها في المحترف، مش مجرد ممرر عادي. يعني انا ممكن مثلا اطلع ب 10 اسيست في المباراه، بس انا في 6 منهم مثلا بصيت لواحد فاضي على الثلاثيات عادي خالص طبيعي، مثلا كره عملت كيك اوت مثلا لواحد واقف بره، او انا بباصي لواحد جنبي وراح لاعب الثلاثيه فتتحسب اسيست. لا، المحترف ده الاسيستات بتاعته مش من النوع ده. المحترف بينقي الوقت المثالي للتقاطع اللي بيحصل من السنتر اللي معاه او من المهاجم اللي معاه، علشان يكون في مساحه فاضيه ويقدر يبصيها له حلو قوي، يطلع جنب شوط ان هو هيسجل ويروح مبصيها، يعمل ان هو هيباصي ويروح مسجل هو. فاللاعب اولا الاي كيو بتاعه العالي ده في شكل الاسيست اللي انتوا شايفينه ده، هو اللي مديله فرصه واهميه قوي للاسيست اللي بيطلع منه، مش اي اسيست بيطلع منه على مدار المباراه. فاخر حاجه هتكلم عليها ان اللي بتمنى منه اللاعب ان هو يركز مع الفريق في الريباوند وفي الستيل كمان. يعني ركز اولا في شكل الدفاع، اولا ما توناش في الدفاع. لما المدرب يقول هنلعب قدام مان تو مان، ما هواش يسيب المان بتاعه يمشي. لما يقول هنلعب زون، يكون مركز اكتر مع زمايله ويتحركوا بتناغم هم سوا، ما يفقدش ذهنيا، يعني ما يكونش بره ذهنيا، مش مع اللعيبه زي ستوجلن مثلا. لا، انا عايز يبقى ذهنيا حاضر مع الروستر ايا كان المدرب في الشكل الدفاعي هيقوله، ويسمع الكلام، ويبقى في ارتداد سريع، ما يكسلش خالص. مثلا حصل منه تيرن اوفر، ما يكسلش ويرجع مع اللعيب اللي عمل معاه التيرن اوفر، لان معدل التيرن اوفر بتاعه مثلا 4 تيرن اوفر. بطبيعه الحال اي حد بيمسك الكوره بيعمل المعدل ده، فاول ما يعمل تيرن اوفر يرجع بسرعه للارتداد الدفاعي. فاخر كلمه هقولها، هو اللاعب بتاعنا يعني هو الاي كيو بتاعه عالي، هو فاهم المعطيات اللي بتحصل في ارضيه الملعب، التحركات بتاعه زمايله، ويلم الريباوند امتى، ويعمل اسيست امتى، ويسجل امتى. بس برضه برغم فهمه العالي دهوت، هو عنده مشكله ان هو استعراضي، يعني يحب شكل الحاجه اللي بيسجلها، شكل الاسيست اللي بيطلعه، وشكل الاهانه لخصمه. يقعد يلعب بجسمه في الدريبل، بيموه مش عارف يعمل ايه عشان يهين خصمه، يوقعه زي كده، زي ما وقع عمر طارق مثلا، او زي ما وقع عمر هشام. فهو بالنسبه له دي بيركز فيها. انا اتمنى، هي مش وحشه، بس انت في اوقات كتير في المباراه انت محتاج منه ان هو يلعب الطبيعي ويسجل، مش بشكل استعراضي. لان انت لو وصلت المرحله لكده، انت ممكن مثلا يخش مثلا في تراش مع حد في الملعب، يقوم بدل ما يباصي لزميله فاتح مثلا، لا هو عاوز يسجل من فوق راسه، عاوز يعدي منه ويحط الكرة مثلا ما بين الرجليه. فلا، انا اتمنى ان هو يخفف في استعراضياته شويه. الحاجات دي احنا بنحبها في الريجولار سيزون، ما عنديش اي مشكله، بس في الماتشات الحاسمه في البلاي اوفس مثلا، او في نهائي كاس، او في نص نهائي كاس، انا بحتاج منه يركز اكتر مع الفريق، وهو عنده الحته دي. فهو طالما عندك الحته ديت يبقى ركز عليها اكتر من انك تعمل الشغل الاستعراضي بتاعه. وده اللي بنشوفه في الفيديوهات بصراحه منه، وان شاء الله يعني يقلل منها. ده بس كان ملخص كلامي على السريع عن المحترف. بس في الاول وفي الاخر انت مستني منه ينسجم. ايه بقى الروستر المثالي اللي انت مستنيه يلعب مع اللاعب؟ اكيد يعني انا اتمنى ان اللاعب يلعب ويكون في بوينت جارد موجود معاه.
يعني في مثلا علي عمر موجود، يعني انا مش عاوز اولا اهلك اللاعب ده في مركز واحد. هو اللاعب انا بص انا خلاص طالما انا اطمنت دلوقتي وارتحت ان هو هاندلر كويس، دريبلر كويس، مسجل كويس، طالما طمنت على المرحله ديت، نزل معاه علي عمر، نزل معاه ياسين، نزل معاه عبد الجواد. ومثلا اذا اتزنق لما يعني ياخد على 80% من الكوره، انا عاوز كده، انا عاوز ياخد 80% من الكور بس في الشق الاخير. يعني ما اجهدوش لو بيلعب مان تو مان فول كورت، الخصم بتاعك بيعمل بريس فول كورت كده بيضغط عليك بطول الملعب، يبقى انا اطلع مثلا علي عمر هو او ياسين او ابو جواد هم يشيلوا الليله، وهو كده يكون مرتاح ويستلم الكره يا باشا معزز مكرم كده عند القوس بتاع الخصم ويتصرف لي هو. فانا اتمنى ان هو ينزل معاه بويت، وهو يبقى يخش بقى ومعاه مثلا مهاب ياسر، هو مهاب ياسر جردات كده، وهو طبعا يخش جوه لاعب مركز 3. ويبقى مثلا خالد عبد الناصر معانا، ومعانا مثلا المشد لما يرجع معانا، على حسب انت هتلاعب احمد اسماعيل، طبعا عزب، طبعا مودي، بقيه اللعيبه يعني، وتوزع اللعب ما بينهم. بس يعني المقصد ان حتى ممكن نعتمد على عزب حتى في ان هو يطلع بالكوره، في مقابل ان انا يبص الكوره مثلا او مقابل ان هو يريح المحترف في من المهمه دي. نقسم الوقت اللعيبه حواليه بس ما نجهدوش قوي، ونحاول على الاقل برضه ان احنا نريحه مثلا مدار 10 دقائق. طبعا في المباريات الحاسمه انا احتاج منه يلعب ال 40 دقيقه عادي يعني يتجهد، بس يعني كل دقيقتين او دقيقتين مثلا في اخر كل ربع من اول 3/4 ممكن اريحهم مثلا، اللي هو التقسيمه الطبيعيه اللي بيلعب بها لعيبه الام بي اي مثلا، يعني اللي هو بينزل مثلا الروستر اساسي، بينزل في بدايه المباراه يكون هو منهم، واخر دقيقتين مثلا في الربع ريحه، اخر دقيقتين في الربع الثاني او اول دقيقتين في الربع الثاني وهو يمسك لعند الاخر وقت ريحه، او دقيقتين مثلا في الربع الثاني في النص ريحه، وهكذا بقى. قسم الوقت ان هو يرتاح شويه ويلعب مثلا 30 دقيقه 33 دقيقه في المباراه. بس ده كل اللي كنت عايزه، لعيب اي كيو عالي، لعيب دريبلر حلو، مسجل مش بطال، الثلاثيات بتاعته طبيعيه يعني مش نسبه اللي هي الواو يعني، 30% دي نسبه طبيعيه خالص منه، المفروض ان هي تعلى ان شاء الله. بيشارك في الريباوند وبيشارك في الستيل وبيشارك، واسيست بتاعه عالمي. اتمنى ان شاء الله يخفف استعراضاته ويظهر ويبان معانا، وميزه قوي ان هو صغير في السن وجاهز. بس ده اللي كنت عايز اتكلم معاكم فيه. سلام.